الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، نسعد كثيرا بلقائكم من جديد في هذا العدد من برنامج مصحفي. نبدأ مباشرة مع سؤال هذا العدد الذي يقول: سورة من سور القرآن الكريم تنتهي كل آياتها بحرف الراء، ما هي يا ترى؟ ندعوكم للتعرف على الإجابة الصحيحة معنا. تصفو حياتي وله الروح تنبي، إنه آيات ربي قدره في لب قلبي، وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي، يرتوي قلبي أمان. أخي، نطرحوا لك سؤال عدد اليوم من برنامج مصحفي. قبل ذلك نسقسوك على أجواء رمضان عندكم. رمضان عندنا سا سباس تخي بيان. كاين اللي يديروا بزاف عندنا في بجايه، جابيتا بجايه. الله يبارك، خيار الناس. فيك الله يسلمك. فوالا اون في دي اكسيون كوم سا، اون اد لي جون هكذا، نتعاونوا ما بيناتنا اكسيتيرا اي تو سباس بيان. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طرحوا لك سؤالنا أخي اللي يقول: سورة من سور القرآن الكريم كل آياتها تنتهي بحرف الراء، ما هي هذه السورة؟ تنتهي بحرف الراء. فرانشمون كون ايدي، هذا والله ما على بالي. بتاتر سورة الكهف. نو لا لا. طرحوا لك سؤالنا أخي اللي يقول: سورة من القرآن الكريم كل آياتها تنتهي بحرف الراء، ما هي؟ سورة البقرة. لا. شهر رمضان يعني هو شعيرة من الشعائر الدينية اللي كما يقولوا تزورنا في كل سنة، بها الإنسان يتورع لله عز وجل وشغل يقوي طاقته الروحية وعلاقته والحبل اللي يربطه بالله عز وجل، يعني أنها فرصة جديدة الإنسان يجدد روحه ويجدد طاقته الروحية. إذن أخي نقول لك رمضان مبارك، كل عام وأنت بخير. ونطرحوا لك سؤالنا لنهار اليوم اللي يقول: سورة من سور القرآن الكريم تنتهي كل آية من آياتها بحرف الراء، ما هي؟ والله ما اوكين ايدي. احنا جينا من ولاية سطيف، جينا حواسين هنا، رحنا المقام الشهيد حديقة الحامة، وهنا فتنا نفوتوا شوية البحر قبل ما نروحوا. عجبكم الحال؟ عجبنا الحال. الله يبارك. ونتعرفوا على عاداتنا سطيف في شهر رمضان. عادة سطيف كما باقي الولايات، عند فطور شوربة، حميس، بوريك، الله يبارك، طاجين، عادي كما باقي الولايات. وما نعيشوا مقصرين في الليل هكذا بعد صلاة التراويح، نقضيوها حتى تقريبا الفجر. الله يبارك. وأكيد تصلوا التراويح وتقرأوا القرآن. أكيد. فتختمين القرآن في هذا الشهر؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. أختي نطرحوا لك سؤالنا اللي يقول: سورة من سور القرآن الكريم تنتهي كل آياتها بحرف الراء، ما هي هذه السورة؟ سورة الكوثر. إجابتك صحيحة سيدي. قلت لك سؤال سهل. عايشك سهل. تقرأ لنا سورة الكوثر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سهل. والكوثر ما هو الكوثر؟ نهر في الجنة. إن شاء الله شربوا منه كامل. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. هنيئا لكم. نقدم لكم هدايا البرنامج، هذا المصحف في هذا الشهر المبارك. تفضل سيدي. بارك الله فيكم. فيك بركة. أجمل هدية. الله يبارك. مصحف مرتل ولوحة إلكترونية أريد. بارك الله فيكم، شكرا على الجائزة ورمضان كريم. رمضان كريم وكل عام ونعقبوا الأمة الإسلامية بخير، صوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. صوموا نصلي إن شاء الله بالصحة والهنا وعام سعيد، وشكرا على الهدية من طرف القناة هذه المفضلة عند الكثير من الجزائريين.
شكرا، ربي يحفظك أختي، هنيئا لكم. نطرح لك سؤال مباشرة اللي يقول سورة من سور القرآن الكريم تنتهي كل آياتها بحرف الراء، ما هي هذه السورة؟ سورة قصيرة ولا طويلة شوية؟ ماشي طويلة. شي طويلة مش سورة الكوثر. أنا أعطيناك الكوثر فصلي لي ربك ونهار إن شانئك هو الأبتر. إجابتك صحيحة. والله العظيم. راك فرحان كي جبتها؟ إذا بزاف صور وكدايا سميت الفولاك بصح لقيتها. الله يبارك أخي، هنيئا لك الفوز بهدايا برنامج مصحفي، مبروك عليك. الله يسلمك. الله يسلمك، نهديو لك هذا المصحف. مازالت كاميرا؟ طبعا. بون نقول لكم يعطيكم الصحة وصحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، ونشكركم على هذه الهدية، يعني والله غير ما كاش كيما هي، هذه هدية كبيرة بزاف، يعطيكم الصحة وصحة رمضانكم. شكرا، مازال الهدايا. مصحف مرتل كذلك، انت موافق تسمع القرآن؟ ربي يحفظكم ان شاء الله. هذا الشيخ محمد مقاتلي الابراهيمي برواية ورش، يعطيكم الصحة. ولوحة إلكترونية أريد. يعطيك الصحة أختي، يعطيكم الصحة إن شاء الله وصحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. صح راك فرحان بزاف رانا نشوفوه. كيف ما تفرحش؟ لازم تفرح. نقول لك مبروك عليك خويا، هنيئا لك. بارك فيكم، يعطيكم الصحة، وإن شاء الله نجوزوا رمضان بالصحة والهنا، وإن شاء الله يعاود يولي علينا بالخير وصحة رمضانكم نتوما ثاني. صحة رمضانك خويا، مبروك عليك، نتمنوا لك النجاح في مسيرتك الدراسية. إن شاء الله أختي، ويعطيكم الصحة وانتم ثاني، نتمنى لكم النجاح في القناة تاعكم، وإن شاء الله ما أكثر، يعطيكم الصحة. السورة التي تنتهي آياتها بحرف الراء هي سورة الكوثر. إلى هنا مشاهدينا الأكارم نصل إلى ختام مع عدد اليوم من برنامج مصحفي، على أمل اللقاء بكم غدا بحول الله تعالى في التوقيت نفسه. سهرة ممتعة ومفيدة رفقة ما تبقى من برامج على قناة القرآن الكريم. صحفتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه آيات ربي قدره في لب قلبي، وبه تصفو حياتي، وله الروح تلبي. قدم لكم أريد برنامج مصحفي. أريد عيش الأمل.